هذا نحن ناكل مع العدامات بأي طريقة، نسميها بدينة، تسموها بالعربي لحوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. كمان اليوم رجعت مع الودينة أو مع اللحوف حبشي أو تسموها لحوف يمني. اليوم أنا أعلمكم الدقيق الأبيض بكيف نستعمل بالمطبخ العرمو. أولا نحن نحط الدقيق أبيض فوق هذا الصحون أو جوا القدر، أي شيء يعني أشاء شيء اللي نحمي فيها نحطيها، نتحمى الدقيق النار خفيفة عشان ما تنحرق، نتحمس شوية شوية مثل تحموها السمسم. أما هذا اللي هنا تشوفوه الكاميرية هذا هنا كمرناها قبل يومين، مثلا أنا استعملت هذا قبل يومين. الكاميرية شوية حطيت الكاميرا أو نخليها هذا الكاميرية في الثلاجة، نحطيها شيء علبة صغيرة. المهم نشوف نتحمل نخلص نرجع مع بعض. بعد الحمينا الدقيق دحين مباشرة ناخذ الصحن، صحن الرز يعني أو صحن شيء كده. بعدها نحط الصفاية فوق نصفيها الدقيق، في الدقيق نتماسك كده مع بعض زي كورة صغار، نفكيها بيدنا عشان هذا مع الحرارة مسك الدقيق ما تماسك دقيقة مع بعض. أنا آسفة أقول لكم عشان لخبطت الكلمة، سامحوني. المهم بعد السفينة خلصنا نحن نحطي هديك الكاميرية في الكروانة أو في الصحن زبدية شوية الكبيرة، نضربها كده بيدنا. اللي عندكم بالجهاز تقدروا تستخدموا الجهاز العجانة أو جهاز العجينة. بعد كده نحط مباشرة الدقيق شوية يعني مو مرة صارت باردة ممتازة يعني كده بيدنا ضعفي الدقيق. بعد في تحت الكاميرية ما نحط كاميرية هذا نحن كمرنا من زمان يعني، مثلا حطينا في الثلاجة. إن شاء الله يسوي لكم فيديو طريقة الكاميرية هذا. المهم نحن دحين نحط الدقيق جوا الكروانة أو صحن الزبدية الكبيرة أو الجهاز العجانة، مباشرة نضرب بيدنا أو بجهاز العجانة. المهم نحط موية. دحين حطيت أنا شوية الملح ضروري مع الطعم ولا مع اللحوف أو بدينة عرمو يسموها هذا بدينة. المهم بعد حطينا الملح دحين مباشرة إن شاء الله تعالى نحن نستخدم نحاول عجينة خفيفة مرة كده يعني، مرة كيف أقول لكم يعني عجينة ممتازة على طول يعني نقدر نصب. يلا شوفوها زي ما شفتوها دحين. أنا استخدم هذا عجينة بموية ما أبيدها واحدة مرة أول، بس في يعني الموية مع الكاميرية قبل الدقيق أنا حطيت. الحين إن شاء الله مباشرة يدي غسلتي كل شيء يعني أغراضي قبل ما أرسم سوي فيديو يعني. أنا جهزت نفسي الحمد لله بهذا الطريق. إن شاء الله تعالى نحن دحين نسوي عجينة زي ما شفتوها. اللي عندكم الجهاز تقدروها تستعملوا بالجهاز العجينة، أما أنا ما عندي جهاز استخدم بهذا الطريق. كمان طريق هذا طريق أجدادنا طريق أمهاتنا، نحن نمشي نفس الطريق. المهم بهذا الطريق مو يتعبوها ورا البعض مو دفعة واحدة. إن شاء الله شوفوها بالطريق هذا تقدروها تسووا له أو بدينا بالعرمو اللي يأكلوا كله إثيوبيا مع الإدامات كل شيء ما شاء الله تبارك الله. طعمنا كويسة لذيذة جدا للصحة.
زي ما شفتوها عجنت أنا عجينة جدا، يعني ضربتي بأجلاتي كله. دحين تعبتي الحمد لله. على كل حال دحين بعدين أبي موية مرة واحدة عشان قربت يخلص في حبات جوا فكيتها يعني كله. دحين يحطي موية يكفف عجينة. دحين تقيل عجينة شفتوها للحوه عجينة كده يعني. أبي موية كتيرة بعد الدرب هذا شوية كمان عشان باقي في حبة يطلع أو يخرج من جوا حبات. المهم دحين إن شاء الله تعالى بعد نأبي موية عجينة نسوي كفيف جدا كويسة. بعد شيء يعني في شيء كثيرة لا تستغربوا. بعد هذا يعني ما في كمرية فورية، هذا كمرية من عجينة نحن كمرناها رفعناها خليناها لا تخافوها. المهم إيش نسويها؟ نرفع 3 ساعات أو ساعتين النص هذا عجينة عشان هو كمان يذوب يكمر نفسه. بعدها نحن مباشرة بعد اللي خلصنا صار كفيفة نحن مباشرة ندخل يعني على الشغل تان. المهم أول شيء يعني شفتوها زي ما شفتوها دحين مرة صار عجينة كفيفة ممتازة جدا عشان يقدر يعني يمشي فوق فوق الطاوة أو فوق الصحون اللي نحن نتحمي نسوي له فوق. شفتوها زي ما شفتوها ما شاء الله كويس يعني. المهم إن شاء الله يعجبكم الطريق تحاولوها تستعملوا. دحين يغطي بعد ساعتين نرجع مع بعض. الدحين رجعت بعد 2.5 ساعة تماما. حمست الطاوة أو صحون أو جهاز. هذا في جهاز خرباء اللي استخدموا كل الإثيوبيين كل للطعام أو لهذا الأكل كاسة يعني. بس أنا دحين لازم ما عندي هذا الجهاز ضروري استخدم هذا الطاوة زي ما شفتوها. يحطيها اللي هو الفوق لازم كده يعني يستخدم إن شاء الله ويزبط معانا. المهم بهذا الطريق تستخدموها تقدروا تحطوها بالملعقة بعدين هو يمشي فوق الطاوة بعد تقطوها إن شاء الله يزبط معاكم. نحن كلنا نشوف يعني نستعمل مع بعض نستخدم اللي هو كيف نستعمل أو يسموها كل الحبشي إنجيرة، ولكن أنا عشان البنت الأورومو نسميها أبو الدينة عشان كده بالكلمة بدينا بالكلمة العربي أنا أتوقع اللحوه. المهم نحن استعمل اليوم كمان في طريقة كثيرة عشان الطعام أو واجبة كويسة للمطبخ الأورومو. المهم نقطيها بعد شوية هو ينشف نقطيها بطريقة هذا نستعمل له البسيطة طريقة البسيطة أو بس ياخد هو تعبنا شوية. لو عندكم جهاز العجينة ما مشكلة. المهم قبل ما نطلع عليها اللي هو نحن لازم نحطه فوق الدولاب منشفة نظيفة يعني ما في شيء بس إلا نحط الطعام زي كده نحن عشان ما تتحرق. بعد هو شوية كذا نفس يعني صار شوية باردة كده كويسة نحط نأبي فوق بعد نحط السفرة فوق الصحون. بعد لو خلصنا مرة واحدة نحن نغطي بالسفرة نربط السفرة أو نحطيها على الكيس كويسة النايلو زي كده. نحن بعد نحط الصحن نحط إدام بأي طريقة نستعمل إدام ما مشكلة. كل الإدامات المطبخ الأورومو أنا أعلمكم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله نرجع مع الفيديو الجديدة. اليوم خلصنا. إلى اللقاء. اقدروا السبسكرايب لايك شير.